السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنوا تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناه ديالي. وسمحوا لي بزاف حيت تعطلت عليكم. نتوما عارفين العطله الصيفيه ضروري الواحد ما يرتاح من العمل، من بزاف ديال الحوايج، ديال العمل، ديال الدار، ديال اي حاجه متعلقه بالخدمه. سمحوا لي تعطلت عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد التجربه اللي درتها مؤخرا مع واحد المنتج اللي اكيد كاملين عارفينه، ولكن هذه النسخه بالضبط عندها واحد طابع خاص، هو الشامبو ديال هيدن اند شولدرز انتعاش الجليد. وغادي نجاوبكم حتى على واحد السؤال اللي كيتكرر بزاف، واش يصلح للوجه ولا لا، وباش نكون صريحه معكم وعلى بينه وناخذوا القرار الصحيح انا وياكم، خصوصا فيما يتعلق بالبشره ديالنا والوجه ديالنا. اولا شنو هو هاد هيد اند شولدرز انتعاش الجليد؟ هو مشهور بزاف في محاربه القشره. النسخه ديال الانتعاش معموله خصيصا باش يعطيك واحد الاحساس بالبروده، النظافه العميقه لفروه ديال الشعر. والعبوه ديالو كما كتشوفوا هي بيضاء، فيها الغطاء ازرق كما موالف على هاد الشامبوان، وصوره ديال الثلج اللي كتخليك كتحس بواحد الانتعاش حتى قبل ما تستعمله. يعني جربته انا ومن تما ما قديش صراحه نستغنى عليه، لاني كيعطي واحد الاحساس بالبروده في الفروه ديال الراس ديال الشعر، خصوصا الناس اللي كيعانيوا من الصدفيات، اللي كيعانيوا من القشره، اللي كيعانيوا من سخونيه. بعض الخطرات الجلده ديال الشعر كتسخن، هذا كيعطي واحد الاحساس اللي زوين بزاف، واحد الريحه ما كتمشيش دغيا. غير انتي خصك تخليه من تبغي تغسلي شعرك ماشي غير ديريه ودغيا تغسليه، بالعكس خصك تخليه واحد 5 دقائق هو في شعرك، انتي ديري شي حاجه اخرى وخلي شعرك يستافد منه، وينقي لك كاع داك الزيوت، كاع اي حاجه اللي هي كديرونجيك في الشعر. الريحه ديالو كيما موالفين هو ريحه ديال بحال الفليو، النعناع، يعني اي حاجه اللي كتعطيك البروده كتحسي بها في داك الشامبو. يعني انه ساهل دغيا كديريه في الشعر، كتدلكي شويه، كتحسي كتحيديه بالماء، ولكن كنقول لكم خصكم تخليوه شي شويه في الشعر. اما هذا صراحه من بدا الصيف وانا كنستعمله. في الشتاء ما عرفتش، نقدر نقول لكم غادي يجيكم بارد شي شويه، ولكن ما فيها باس، راه كاين الماء سخون، كاين يعني راه نتوما كتعرفوا كيفاش تقدروا ديروه. اما بالنسبه للاستعمال ديالو، واش نستعملو يعني كل اسبوع ولا مره مره لا؟ انا كنستعملو، انا ما كنستعملوش كل نهار، حيت الشامبو المضاد للقشره كما كتعرفوا انه مضاد للقشره. هذا الشامبوان الا استعملتيه بزاف كيقدر ينشف لك الشعر. كنستعملوا 2 حتى 3 الخطرات في السيمانه، وكنركز على التدليك على الفروه الراس لمده دقيقه، وكنخليه كنخليه مع ديك الرغوه كتعجبني، لان المكونات ديالو فعاله، تقدر تخدم مزيان. من بعد كتغسليه بالماء شويه بشويه باش تحافظي على الاحساس والانتعاش. من اول استعمال حسيت براسي صراحه مرتاحه من الحكه اللي كانت كتحرجني، والرائحه ديال الشعر بقات زوينه حتى لتاني يوم. الناس اللي كيعانيو من الريحه ديال الشعر هذا مزيان ليهم، لان اللي كيعرقوا هذا كتعطي واحد الريحه ماشي زوينه في الشعر. هذا مزيان ليهم، هذا الشامبو كيخلي الريحه زوينه في الشعر، واخا دوز 3 ايام الريحه ديال الشامبو كتبقى لك شاده في الشعر. القشره حتى هي كتنقص من بعد 2 الأسابيع ولا 3، وبديت كنحس بان الفروه الراس ديالي نظيفه، ولكن لاحظت شويه ديال الجفاف في الاطراف ديال الشعر. هو كينشف الشعر لان فيه المكونات اللي كتحيد القشره، والمكونات اللي كتحيد القشره ضروري ما كتنشف الشعر، لاننا ما نستعملوش يوميا، خصوصا ان شعري اصلا يعني فيه الاطراف جافه، في لي بوينت بزاف. يعني لاحظت هاد الملاحظه هذه. كنصح بان اذا استعملتي الشامبو ديري واحد البلسم كونديسيونيل ولا ديميلور من وراء كل غسله غسلتيه، ولا الماسك ديال الشعر اللي كديريه اللي مورفه كديريه في شعرك.
من بعد شهر القشرة تقريبا كتختفي، الإحساس بالنظافة كيكون، البرودة كتبقى، ولكن ما ننصحش بالاستعمال ديالو يوميا. دائما تنقولها لكم، خصوصا الناس اللي شعرهم جاف أو مسبوغ، استعملوه كعلاج أو وقاية ماشي كشامبو يومي. واش كيصلح اللوجه؟ هذا هو السؤال مطروح لي بزاف ديال البنات. كيسولوني واش كيصلح اللوجه، لان ولينا كنشوفوا شي فيديوهات كيستعملوه لوجههم. الناس اللي كيعانيو من الحبوب تيقولوا لك تيصلح اللوجه. هنا غادي نكون واضحه معاكم، هاد الشامبو فيه واحد المكونات قويه بزاف اللي كتخدم على القتل الفطريات اللي كتسبب القشره. هاد المكونات ما معمولاش للبشره الحساسه ديال الوجه. الا عندك شي مشكل ديال الحبوب صغيره في الجبهه بسبب الشعر، ولا ممكن ديري غسله دي سريعه مره ولكن ماشي تخلي على وجهك ولا تستعمليه يوميا. البشره ديال الوجه رقيقه بزاف، وما ممكنش انها تستعملي بحال هاد المنتوجات اللي تضر لك بالبشره ديالك وتسبب لك الجفاف ولا التهيج. النصيحه ديالي بالنسبه للشامبو انك تستعمليه 2 حتى 3 المرات في السيمانه ماشي يوميا. ومن بعد ضروري ما تستعملي بلسم للشعر، يعني لا ديميلور للشعر ولا الماسك ديالك. ما تستعملوهش على الوجه الا في الحالات الاستثنائيه، يعني انا ما كنصحش بيه كاع. الا عندك فروه الراس حساسه بزاف، جربي على المنطقه صغيره قبل ما تعتمديه. الخلاصه بانه بصح كيعطي واحد الاحساس زوين بزاف، واحد النظافه، واحد الانتعاش، وكيعاون بزاف مع القشره. الناس اللي كيعانيو من القشره هذا يعني هو مناسب، لاننا كنعرفوا كاينين شامبوات اللي غاليين ديال القشره. هذا من بين الشامبوانات اللي هما رخاص، عندهم ثمن مناسب وكيحيدوا القشره، ولكن خصك توازن ما بين الاستعمال ديالو والترطيب. بالنسبه الا كنتي باغا تستعمليه للوجه واقتنعتي بانه صلح لك لوجهك، حيت كاين اللي كيقول لك لا راني استعملته وصلح لي لوجهي. لا صلح لك لوجهك ديري من وراه الترطيب، لان المكونات ديالو راه قاصحه بزاف وما كنصحش به. يعني هذا هو الشعر. واستعملي المنتجات اخرى للوجه. علاش باغا تستعملي واحد المنتج للشعر باغا تستعمليه للوجه؟ كتبوا لي في التعاليق واش جربتوا، وشحال عجبكم الاحساس ديالو، شنو كان الفرق بينكم وبين باقي النسخ ديال هيد اند شولدرز، لانه فيه بزاف ديال النسخ. وإلا عندكم شي منتج بغيتونا نجربوه ونقولوا لكم عليه، غادي ندير لكم تجربه صريحه بحال هذه. شكرا لكم بزاف، وما تنساوش اللايك وبسلامه.